تحديث هونيستا الجديد اصدار العاشر، تحديث خرافي، افضل تحديث نزل بهونيستا على الاطلاق. راح اشرح لكم بالتفصيل وجميع اعداداته وشلون تسوي ريلز ايفون وشلون تضيف يعني راح افسر لك تفسير. شوف الفيديو للاخير، متاكد راح تطلع راضي علي وراح يستقر عندك هونيستا وتنحل جميع مشاكله نهائيا. فدول قلبك اذا حاب محتوى التقنيه اشترك بالقناه، فعل زر الجرس وخلي لايك للفيديو. فدول عينك لا تنسى لايك لان تعبني هذا الفيديو اكيد. فتابعني على الانستغرام بكي 17 اتش، ويلا خلينا نبدي بشرحنا المميز. حياكم الله يا شباب، اتمنى تركزون وياي وخلينا نبدي نشرح على هونيستا الاصدار العاشر. بعيد عن المشاكل، اصدار حلو، عجبني كلش، عجبني والله. يمكن صار لي نص ساعه تقريبا اشتغل عليه، والله العظيم التطبيق عجبني بشكل مو طبيعي. فدول قلبكم، شوف اولا الملف راح اخليه لك بقناتي على التليجرام، هنا راح انزل لك بقناتي على التليجرام، رابطها باول تعليق ورابطها منين مخلي لك جوا الفيديو، وراح اخلي لك رابط ثاني اذا ما عندك تليجرام تقدر تنزله، فالافضل لك تنزله من التليجرام. قبل لا تثبت البرنامج تجي للنسخه القديمه اللي عندك تحذفها، ضروري احذف لا تقول انا اليوم راح اطلعك اخليك راضي علي. احذف هاي النسخه القديمه حتى لو كانت الاصدار التاسع الحديث ما اعرف شلون، احذفها. تمام، بعد ما حذفتها تروح تدخل على مدير الملفات او ملفاتي حسب جهازك. تمام، وتدخل على وحدة التخزين الداخلية او مكتوب الهاتف او حسب جهازك. تجي بالبحث تكتب كلمة هونيستا. تمام، هونيستا، تكتب كلمة هونيستا. بعد ما كتبت كلمة هونيستا تنطي بحث، هنا راح يطلع لك بعض الملفات صفراء او خضراء ما ادري، المهم فاريد من عندك تحذفها كلها. يعني انت من تبحث راح يطلع لك حفظات اسم هونيستا، زرقاء، حفظه حمراء، ما ادري شلون لونها، المهم يعني تحذفها. اريد ملفات هونيستا شلون صار حافظه، تنحذف هاي الحفظات بس، شوف شنو بداخلها واحذفها. بعدين تعال ثبت النسخه اللي حطيتها لك اللي مكتوب عليها هونيستا 10 في 10. تمام، تتحملها من التليجرام او من الرابط بكيفك، من ما يعجبك. حملت وكملت وثبت. بعد ما حذفت تجي تدخل على النسخه مال هونيستا الجديده، راح تطلع لك بهذه الواجهه، سجل دخول يعني يوزر باسورد، يطلع لك بهذه الواجهه. راح تجيك النسخه، لا اعدادات لا شيء، بعد توك منزلها كل شيء ماكو، مثل ما جاي تشوفون هسه الاعدادات هنا أنا كل شيء ماكو جديد، يعني ماكو شيء ما مفعل وما اعرف شنو، كلها راح اشرحها لك شلون تسويها، بس ركزوا وياي. تمام، اول شيء راح نشتغل عليه، راح نسوي الريلز ايفون. لو اجينا هسه مثلا احنا دخلنا على اي حساب، خلينا نقول حسابي، واي فيديو اريد اوجهه، مثلا اي فيديو اريد اوجهه، اريد اوجهه مثلا انه ستوري، فراح يطلع بشكل عادي يعني مو ايفون يعني. فخلي اختار اي فيديو، مثلا هسه هذا الفيديو، مثل ما تشوفون يعني يطلع بشكل مو حلو. فراح اشرح لك شلون تسوي اولا ايفون. تمام، تمام، تمام. كل اللي نحتاجه اولا تروح على الواجهه الرئيسيه. تمام، تدوس علامه الضبط الفوق، هذه علامه الضبط تدوس عليها الفوق. تمام، بعدين تختار اصلاح الاخطاء، اصلاح الاخطاء. بعدين تجي على كلمه استبدال اعدادات الخادم، تجي وياي بالتدريج، لا تسوي شيء ورا شيء، لا وياي طبق استبدال اعدادات الخادم. تمام، تجي راح يدخلك على الملفات، تدوس على الخطوط الثلاثه الفوق على الجهه اليمين، جاي تشوفونها فوق الساعه اشرت لكم عليها بالاحمر، وتختار اسم جهازك. بعدين تروح على كلمة داونلود، بعدين تروح على هذن الحافظات، هذن تنزلهن اثنيناتهن. شوف انت اما تنزلهن من الروابط مباشره اما من التليجرام، راح اخليك بقناتي على التليجرام، تريد تنزلهن من التليجرام راح تلقاهن بحافظه اسمها تليجرام مثل ما انا هسه قدامك. اما اذا ما نزلت من الرابط الخارجي فراح تلقاهن هنا مباشره. تمام، تروح عليهن تختار كلمه ريلز ايفون. تمام، الاولى هذه تختارها ريلز ايفون. تمام، تختارها بعدين تنطي نعم، هذا الحكي تنطي على التشغيل تطبيق. وين ضفنا الريلز الايفون؟ باصلاح الاخطاء، ركزوا وياي باصلاح الاخطاء. صار الستوري عندي مربع ما لك علاقه به، راح يرجع دائري هسه. تمام، شلون؟ دسنا علامه الضبط، دسنا اصلاح الاخطاء، دسنا استبدال الخط، واختارينا ريلز ايفون. هنا اختارينا ريلز ايفون. تمام، هسه شلون نفعل كل الاعدادات وهاي الهوسه اللي احنا نتعب بيها، هاي الهوسه. تمام، تجي على علامة الضبط مرة ثانية، هسه الآن دوس علامة الضبط مرة ثانية. تمام، تدوس على كلمة الخيارات السرية للانستغرام، العفو تدوس على كلمة اعدادات النسخ الاحتياطي، بعدين استعادة النسخة الاحتياطية. تمام، بعدين تختار الملف الثاني، مو ريلز ايفون الثاني، يعني هذا الفوق الانجليزي. تمام، وتنطي كلمة نعم. تنتظر شوية فراح يقول لك اعد تشغيل التطبيق، تعيد تشغيله، راح اشرح لكم هسه المميزات اللي انضافت. تمام، تدوس اعادة تشغيل التطبيق، فراح يفتح التطبيق عندك بهذه الواجهه، رجع طبيعي، راح الستوري المربع ورجعت الامور كلها تمام. خلينا هسه نشوف
الاعدادات، دسنا على الضبط، دسنا الخيارات السريه على الانستغرام، تفعلت الاعدادات اللي نريدها. يعني انت لا تلعب بالاعدادات، هاي جاهزه مسويها لك، انا جاهزه تمام. ستوري مفعلت، يعني كل شيء مفعل لك تمام. خلينا نشوف هسه نضاف ستوري ايفون. طبعا اعدادات المطور شوف بيها ريلز ايفون، وبيها زياده احرف النوت، وبيها زياده طول الفيديو النوت تمام، وتفعيل ارسال الفويس 10 دقيقه، يعني بصمه 10 دقائق تحكي، احكي براحتك ايش ما يعجبك، وبيها عديد من المميزات تمام. خلينا نشوف اولا هسه انه هل انه الريلز صار ايفون. خلينا نجرب تمام. اول شيء نص الصوت حتى ما يصير هسه. اوكي، نفتح اي فيديو من فيديوهاتي مثلا، او اي فيديو عجبك، ما ادري مع اي فيديو عجبك، وتنطي اعاده توجيه مثلا، وتنطي اضافه الى القصه. شوف ايش راح يصير عندك. راح يصير عندك بشكل ايفون مثل ما جاي. شوف تريد تكبر، تريد تصغر، تريد تلعب بكيفك، سوي اللي عجبك تمام. تمام، نرفع اللي فوق. هنا انضافت عندنا هذه الاستيكرات الموجوده كلها، الموسيقى والصور واضفاصات وما اعرف شنو. الناس اللي تعاني ما عندها اضفاصات وما عندها مدري شنو، كلها راح تلقاها موجوده تمام. مثل ما تشوفون الريلز ايفون تمام. الاعدادات كلها صارت، الامور كلها توب تمام. شلون نسوي ايموجي وخط ايفون؟ اوكي، نجعل الواجهه الرئيسيه، ندوس علامه الضبط الفوق، ونجعل السماء واجهه المستخدم، ونجعل نوع الرمز التعبيري، ونختار اي او اس 17، فراح يحمل عندنا الاي او اس الايموجي تمام. الخط التطبيق هنا انا اضيف لكم خطوط موجوده بعده فيديوهات، راح اخلي لكم رابط الخطوط هنا. تقدر تضيف خطوط للتطبيق وخطوط للقصص، هذه تعرفونها ما يحتاج اشرحها لكم، هذه سهله ماكو واحد ما يعرفها. واللي يواجه صعوبه خلي راسلني على الانستغرام، حسابي موجود بكي 17 اتش تمام. هنا كملنا كل اعدادات البرنامج، كل الاعدادات اللي نحتاجها كملناها. هسه شنو عندنا؟ نجي نشرح المميزات التحديث الجديد. اولا حلوا مشكله الرسائل اللي كانت الناس تدخل على المراسله تطلع لها كلمه تحديث. هنا أنا انحلت المشكله وراحت مال كلمه تحديث، بعد ما تطلع لنا ولا راح نشوفها لان نزل التحديث فعلا تمام. التعليقات مثلا لو فتحنا اي فيديو تمام، او مثلا فتحنا اي فيديو حاليا، مثلا نقول اي فيديو او اي صوره، اي صوره مثلا او اي فيديو، ونشوف التعليقات تمام. فنقدر ناخذ مثلا اي تعليق، نبقى ضاغط عليه ضغطه مطوله، وننطي اضافه الى القصه، فراح يطلع عندنا المنشور والكلمه، ونقدر نضيف عليها امور حلوه تمام. عندك الملاحظات، كتابة بلا نهاية صارت. لو دخلنا على المراسلات تمام، المراسلات، وبعدين دخلنا على كلمة أو كلمة الملاحظة، فراح نشوف كل شيء انضاف هنا. كل شيء انضافت عندي الموسيقى، وانضافت عندي الموقع، وانضافت عندي الموقع طبعا لا حد يخاف منه، وانضافت عندي هاي مال السؤال والجواب، وانضافت عندي كل المميزات اللي موجودة بالملاحظة. زائد الفيديو صار تقدر تصوره بالكاميرا، هذا طويل. زائد الكتابة، لو تكتب قصة حياتك الملاحظة ما راح تخلص، اكتب اللي يعجبك تمام. الحد 60 يعني حرف، ملاحظة طويلة، قصة حياتك اكتبها عادي ماكو مشكلة تمام. الكاميرا مثلا لو ضغطنا على الكاميرا هذه، فراح يصور لي اكثر من 3 ثواني. فهذه كلها بالملفات اللي ضفتها، بس ضيفوها صح الملفات، لان هذه اول ما تنزل ما راح يطلع لك هيك تمام. عندك التحديث، طلبات المراسله، لو دخلت على المراسله الطلبات تدوس عليها، فهنا راح يطلع لك التحديث الجديد مال طلبات المراسله المخفيه وما اعرف شنو. المهم هنا تمام مثل ما تشوفون تمام. اللي وراها الموسيقى والستوري. طبعا الموسيقى والستوري اللي هي لو ضفت قصة تمام، لو ضفت قصة فراح يطلع لك كلمة الموسيقى هنا، الموسيقى، فتقدر تضيف اي موسيقى على ستوريك ويطلع بهذا الشكل تمام. عندك وراها نسخ وصف الريلز وهاي المميزات والامور. مثلا لو ضغطت على اي فيديو بالريلز، مثلا هذا نقول الفيديو تمام، علامة السحرية اللي فوق جاي شوفوها، لو ضغطت عليها هنا عندك تنزيل تمام، وراها عندك اظهار صورة غلاف النشر، وعندك تنزيل صوت المنشور بس صوته تمام. عندك اظهار الشرح، هنا تقدر تنسخ الشرح البايو، يعني اللي او مو البايو، هذا اللي كاتبه بالوصف مال الفيديو تمام. وعندك تنزيل الفيديو، تقدر تنزله، عقدنا هاي الامور وهاي السوالف. وعندك تنزيل الصوره الشخصيه مال الحساب، مال اي حساب يعجبك، اي حساب يعجبك تقدر تدخل على ملف الشخصي، تدخل على اي فيديو ريلز ناشره، وتدخل اظهار ملفات الشخص او اظهار صوره الملف الشخصي، وتنطيها تنزيل صوره الملف الشخصي، راح تنزل عندك. فهذه كلها مميزات انضافت على هونيستا. والتحديث صراحه عجيب، عجبني خفيف، كلش حلو، كلش يعني حلو قد ما تتوقعه تمام. إزالة الإعلانات والاقتراحات، لو ضغطنا عليها تقدر يعني إنه تخفف، هي مو تزيل لك إياها نهائيا إنما تخفف، فالغيها
تمام. العفو، شغلها، خلي عليها مربع، يعني خلي عليها صح. خليهن ذني ثلاثة عليهن صح. تمام. اما بالنسبه للمميزات مال الاعدادات المطوره هذه كلها علمتكم عليها وسويتها لكم بالملفات. ومثل ما تشوفون هذا الاصدار اللي هو 10.0، يعني 10 الاصدار العاشر، و64 نسخة 64 لين 32 بعد ما كل لغت، لان صارت نسخة واحدة وخفيفة وحلوة ومرتبة هذه النسخة. فانصح كل شخص ينزلها ويطبق لي نفس ما طبقت انا بالشرح. كلش طبقوا وياي. شلون ضفت الملفات الريلز ايفون فوق بالاصلاح الاخطاء، والملفات مال الاعدادات المطور جوا. فهذه الاعدادات وهذا الشرح كامل ومكمل، ما يحتاج اسوي لك بعد اي شرح عليه، لان اذا سويت هذا الفيديو بعد لا تتابع شروحات نهائيا. تحياتي لكم، بس لايك لا تقصرون بعافيه، لان والله تعبني هذا الفيديو والمونتاج راح يشلع قلبي.